ليه لحد دلوقتي وبعد ما البطولة خلصت من 3 سنين لسه كل ما بتيجي سيرة مونديال قطر بنلاقي نفسنا بنبتسم تلقائي؟ ليه اللحظات اللي عدت قدام عينينا في شهر واحد لسه معلقة جوانا كأنها لسه حاصلة امبارح؟ الغريب انك لو فكرت فيها هتلاقي ان مفيش بطولة مونديال علقت معانا بالشكل ده، بطولة قلبت توقعات العالم كله وشغلت قلوب ال 450 مليون عربي. احنا مش جايين نقول احسن مونديال ولا اغلى مونديال، احنا جايين نفهم ليه حبينا المونديال ده، ليه حسينا انه بتاعنا حتى لو كنا بنتفرج من بيتنا او من القهوة او من الشغل. فعلشان كده النهاردة هنرجع خطوة لورا ونحاول نفكك ونفهم اللي حصل، من اول الانتقادات لحد الانبهار، من فرحة العرب لحد الدراما اللي خلت قلوبنا ترقص وتقف في نفس الوقت. فلو انت من الناس اللي لسه كل ما بتشوف لقطة ميسي بالبشت او فرحة مغربي او احتفال سعودي قلبه بيتحرك شوية، يبقى لازم تكمل معايا الحلقة دي للاخر. فانا احمد ثابت وفي الحلقة دي من سوالف جول سكوب هنتكلم على ليه حبينا مونديال قطر بالشكل ده. فيا بينا صديقي، فاكرين الصداع اللي كان قبل نوفمبر 2022؟ العالم كله كان ماسك ميكروسكوب لقطر، شويه يقول لك حر وشويه يقول لك ممنوع مش عارف ايه وشويه يقول لك دي بلد صغيره مش هتشيل الليله. الفكره ان الزيطه اللي كانت حواليهم دي ما كانتش من قريب، لا دي بدأت من أول إعلان بلاتر إن قطر هي اللي هتستضيف المونديال في 2010. وطبعا لمدة 12 سنة الانتقادات فضلت شغالة وهو كله بيسترزق يا سيدي. بس تعالوا بقى نتكلم بيزنس من غير ما نوجع دماغكم بجداول الحسابات. قطر صرفت رقم يخض، بيقال إنه وصل ل 220 مليار دولار. بس استنى، الفلوس دي راحت فين؟ هما مش بس بنوا ملاعب، دول حرفيا جددوا البلد. بنوا مدينة لوسيل اللي كانت رملة وبقت مدينة كبيرة جدا، عملوا مترو بيربط البلد كلها ببعض، ومطار بيستقبل أقصى عدد ممكن بكل سلاسة. والأجمد بقى إنهم عملوا لوجستيات من أعلى مستوى. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حضرتك اللي معاك فلوس طبعا كنت تفطر وتشوف ماتش الظهر، تركب المترو وتتغدى وتلحق ماتش العصر، تريح حبتين وتحضر ماتش السهرة. عشان تعمل الحركة دي محتاج طيارة وتذكرتين سفر في أي مونديال تاني. الموضوع في قطر كان أشبه بإنك رايح مشوار في الزمالك أو وسط البلد، مش كاس عالم مثلا. وطبعا الإعلام الغربي اللي كان جاي وجاهز بكاميراته عشان يصيد الأخطاء فجأة سكت. ومش بس سكت، ده بقى مبهور. الناس جت شافت ملاعب مكيفة في قلب الصحراء، شافت تنظيم يخليك تدخل وتخرج بكل سلاسة وكأنك داخل سوبر ماركت، والأهم شافوا أمان غير مسبوق، مفيش خناقات ولا شغب ولا تخريب ولا غيره، والعائلات ماشيين في أمان تام. ومن الآخر تقدر تقول إن الفلوس اتصرفت في مكانها الصحيح حتى لو كانت كتير جدا يعني. أبوك بيعمل كام يا ولا؟ اللهم لا حسن، أبوك بيعمل كام يا ولا؟ بس اللي عطى المونديال حتة خاصة كده في قلوب المشجعين هو التوقيت. اشمعنى يعني؟ عاوز تقول ان هو اللي قرب البطولة مننا؟ اقول لك مبدئيا احنا طول عمرنا متعودين ان كاس العالم يعني صيف، يعني بطيخ مروحة اجازة طويلة وقعدة بالشورت والفانيلا. بس قطر 2022 قررت تلعب في السيستم بتاع ذكرياتنا وتعمل لنا تجربة عمرنا ما هننساها. فاكرين الاجواء دي يا جماعة؟ المونديال ده جالنا واحنا في عز المعمعة، اللي عنده الترم واللي مزنوق في تسليمات الشغل آخر السنة واللي بيصحى بدري المدرسة واللي وراه سكاشن ومحاضرات واللي عنده دروس في السناتر وغيره وغيره كتير. ولأن كل ممنوع مرغوب فالماتشات دي كان ليها طعم تاني خالص. كان في متعة حلوة كده إنك تفكس لسكشن ولا محاضرة عشان تلحق ماتش السعودية والأرجنتين، أو تشوف متعة الجوليادور أبو بكار، السلام عليكم، أو صاحبك اللي بيستلع في الشغل عشان يتفرج فأنت كمان تخلع وتتفرج معاه. تحس إننا كلنا مشاركين في جريمة ممتعة اسمها كأس العالم. والأهم بقى هو اللمة. مونديال الصيف الناس بتبقى مسافرة، أو لو أنت يعني من الطبقة الكادحة فأنت يا دوبك بتبقى قاعد مش طايق نفسك قدام المروحة اللي عاوز حد يهوى عليها أصلا، فأنت مش طايق الحر ولا طايق العيشة ولا اللي عايشينها. لكن مونديال الشتاء ده مونديال الدفا. الجو بره برد فكلنا متجمعين في القهاوي لازقين في بعض علشان نتدفى، وصوت الشوالي بيحرك كل شعرايه في دراعك، وجنبك طبعا كوبايه الشاي السخنه او السحلب الراعي الرسمي لليالي القهوه البارده. الذكريات دي عملت ترابط نفسي غريب. بس بعيدا عن الرومانسيه والشاي بلبن، الميعاد ده كان كلمه السر. كلمه السر في ايه؟ في المتعه الكرويه اللي شفناها جوه الملعب. ليه؟ بص يا سيدي، في العاده كاس العالم بيجي في شهر 6، بيكون اللعيبه طالع عينيهم طول الموسم في دورات اوروبا، جايين مخلصين بنزين ورجليهم مش شايلاهم من التعب. لكن في قطر الوضع كان غير خالص. اللعيبه كانوا جايين في شهر 11 يعني في عز فورمتهم وجاهزين ياكلوا النجيله. ده اللي خلانا نشوف مباريات رتمها مجنون وسرعات عاليه جدا، واللياقه بدنيه خلت نهائي زي الارجنتين وفرنسا مثلا يفضل مولع لحد دقيقه 120 واللعيبه لسه بتجري كأن الماتش لسه بادئ دلوقتي. باختصار التوقيت الشتوي ما كانش مجرد تغيير في النتيجه، ده كان تغيير في المتعه.
خلانا نشوف أقوى نسخة كروية واحنا قاعدين في أجواء شتوية جميلة، ودي معادلة ما أظنش إنها تتكرر تاني. بس لو فاكرين التنظيم ده وليد اللحظة تبقوا غلطانين. الجماعة في قطر ما سابوش حاجة للظروف، وكانوا عارفين إن العالم كله واقف لهم على الواحدة، وعشان كده قبل ما العالم يجي الدوحة بسنة كاملة قطر عملت بروفا اسمها كأس العرب 2021. دي ما كانتش مجرد بطولة ودية يا جماعة، دي كانت امتحان لكل تفصيلة. جربوا الملاعب، جربوا المترو، جربوا كارت هيا وإعادة تدوير المخلفات وغيرهم كتير، وطبعا يشوفوا الشوارع دي هتستحمل الناس ولا لأ. ولما الامتحان نجح عرفوا إنهم جاهزين يبهروا الكوكب. وجات ساعة الصفر، حفل الافتتاح، وهنا بقى كانت الصدمة الثقافية الأولى للغرب والرسالة الأقوى لينا كعرب. احنا متعودين الافتتاح يعني شوية مزيكا على كام حبة ليزر وطبعا الغوريلا اللي بترقص، بس المرة دي العالم انضم للخيمة، ملعب البيت اللي كان متصمم على شكل خيمة بدوية عشان يقول لكل العالم أهلا بيكم في ديارنا بس بقواعدنا. شفنا مشهد عبقري، غانم المفتاح الشاب القطري الملهم بيتكلم مورجان فريمان النجم الهوليودي الكبير، وحوار بين الشرق والغرب. لأول مرة في تاريخ كأس العالم بنسمع آيات من القرآن الكريم بتترتل قدام ملايين البشر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرسالة كانت واضحة، احنا مش بنقلد حد، احنا بنقدم نفسنا للعالم بزينا بلغتنا بقيمنا، تعالوا تعرفوا علينا بس ما تغيروهاش. وفضل الاعتزاز بالهوية ده مكمل معانا لحد آخر ثانية، لحد اللقطة اللي جننت العالم الغربي كله وخلتنا احنا متمزجين منها بالذات، وهي طبعا لقطة البشت. لحظة تتويج ميسي، اللحظة اللي الكاميرات بقالها سنين مستنياها. جاء أمير قطر وبحركة ذكية جدا لبس ميسي البشت العربي. الدنيا اتقلبت في قناة أوروبا، ازاي تغطوا قميص الأرجنتين وايه القماش ده؟ بس طبعا هما مش فاهمين المعنى. في الثقافة العربية لما شيخ القبيلة أو صاحب البيت يلبسك عبايته ده أعلى درجات التكريم، ده معناه إنك بقيت واحد مننا. قطر بذكاء شديد حطت الختم العربي على أهم صورة في تاريخ كرة القدم، ميسي وهو بيرفع كأس العالم، والصورة اللي هتعيش 100 سنة قدام هتفضل تقول لكل الأجيال اللي جاية التاريخ ده اتكتب هنا في الأرض العربية. البشت ما كانش مجرد زي، ده كان توقيع ختامي بيقول الكاس والمونديال ده كان استثنائي وهيفضل بختم عربي للأبد. وعلى سيرة البشت والزي العربي، الموضوع ما كانش لقطة مع ميسي بس، ده تحول لموضة في شوارع الدوحة. الجمهور الأجنبي اللي كان جاي خايف ومتحفز بقيت تشوفه مندمج جدا في الثقافة بتاعتنا. شوف المشجع البرازيلي لابس الزي العربي، شفت الغترة والعيال بألوان كرواتيا والأرجنتين، شفت الناس وهي بتضرب كبسة وبتشرب حليب ناجا وبيطلعوا مع الربع. أبشركم هكرناهم، هكرنا العموم. ده كان جزء من سحر المكان، بس السحر الحقيقي اللي بجد واللي خلى التجربة دي دلع ملوش مثيل هو إننا كنا قدام مونديال متلاحم مع بعضه، أو زي ما بيسموه كومباكت وورلد كاب. قرب الملاعب والأماكن كلها من بعض خلى في حالة كرنفال في الشارع، كل جماهير اللي موجودين في نفس المدينة في نفس الشارع وفي نفس الوقت. كورنيش الدوحة كان عبارة عن كوكتيل بشر بيغنوا ويرقصوا مع بعض، وهنا كان لازم نقف وقفة احترام لنقطة الأمان. فاكرين الرعب من الهوليجانز وخناقات الجمهور الإنجليزي دي اختفت واتبخرت. القرارات الجريئة بمنع الكحول في الملاعب اللي زعلت البعض في الأول، اكتشفنا بعدها إنها كانت كلمة السر في إن ده يبقى مونديال آمن جدا. ستات وبنات وأطفال كانوا بيتمشوا الساعة 3 الفجر في الشوارع وهم مطمنين، مفيش تحرش ولا خناقات مساطيل ولا تكسير كراسي. غلابة والله ما شافوش خناقة الرجالة في ماتش النهاية على القهوة. الشرطة البريطانية نفسها قالت يا جماعة ده أول مونديال في التاريخ ما نعملش فيه ولا محضر لمشجع إنجليزي. تخيلوا الإنجليز بقوا مؤدبين. التجربة دي خلت المشجع الأجنبي يرجع بلده وهو سفير لقطر، يرجع يقول الناس دي مش زي ما الإعلام صورهم، والناس دي كريمة وتنظيمهم مريح. ده كان مكسب من المكاسب الحقيقية اللي ما بتتعوضش بفلوس، أو تتعوض عادي يعني مش مشكلة. بره الملاعب الدنيا كانت أمان واحتفالات، لكن جوه المستطيل الأخضر كان في حرب فعليا. بالمناسبة يبقى أول تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. دور المجموعات في قطر ما كانش مجرد تمهيد، ده كان فيلم رعب بامتياز، وفي سيناريوهات لو كتبها هيتشكوك ما كانتش هتطلع بالشكل ده. البداية كانت مع الزلزال اللي جيب نكهة عربية. السعودية والأرجنتين، ماتش الساعة 12 الظهر، العالم كله فاتح التلفزيون مستني يشوف ميسي هيسجل كام، ولكن السعودية بتقلب الطاولة. صالح الشهري بيسجل وبعده سالم الدوسري بيحط صاروخية، هدف بيلف العالم كله، والأرجنتين والسيد معزة بيخسروا من السعودية. من اللحظة دي البطولة أعلنت عن نفسها، دي مش زي أي بطولة فاتت، وهنا مفيش كبير. وعلى سيرة الكبار تعالوا نشوف اللي حصل للماكينات الألمانية. المنتخب الألماني جه قطر وهو مشغول بحاجات بره الكورة، ركزوا في الشراط وركزوا في الاعتراضات ووقفوا يتصوروا هم قافلين بقهم، بس نسيوا أهم حاجة
نسوا يلعبوا كورة، والنتيجة كانت إن الساموراي الياباني لقنهم درس قاسي جدا. اليابان بتكسبهم، وألمانيا ودعت من الباب الضيق للمرة التانية على التوالي، والدرس كان قاسي ومؤثر فشخ بصراحة يعني. ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت فيك، الله ده أبكي. بس قمة الجنون ما كانتش في ماتش واحد، دي كانت في ليالي الحسم. الجولة الأخيرة في المجموعات يا جماعة، احنا عشنا لحظات كنا بنحسب فيها الصعود بالآلة الحاسبة وجدول الضرب. فاكرين مجموعة الموت، أسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا؟ في ليلة مجنونة الترتيب اتغير 6 مرات في 90 دقيقة. كانت أسبانيا وألمانيا الاتنين بره كأس العالم، وكوستاريكا واليابان هم اللي صاعدين. سيناريو عبثي جدا. مجموعة تانية، سون نجم كوريا الجنوبية بيجري بآخر ما عنده في الدقيقة 91 قدام البرتغال ويعمل أسيست تاريخي علشان كوريا تكسب وتصعد. وفي نفس اللحظة في نفس المجموعة لويس سواريز ونجوم أوروجواي بيبكوا بكل حرقة لأنهم كسبوا غانا بفرق هدف واحد بس. وحقيقة يعني ما أظنش إن في حد أفريقي ما كانش متكيف من الحركة اللي حصلت دي. الله يسامحك يا عم صموه. المهم التكنولوجيا نفسها كان ليها رأي درامي. هدف اليابان التاني اللي طلع ألمانيا، الكرة كانت جوه مليمتر واحد بس غير مصير مجموعة بالكامل. دور المجموعات في قطر علمنا إن الماتش ممكن يخلص إن الماتش مش بيخلص مع الصفارة. الماتش بيخلص لما الروح تطلع، وإن مفيش حاجة اسمها فريق صغير، في بس فريق صدق في نفسه وفريق جاي يتفسح. وسط كل الدراما والمفاجآت دي كان في قصة تانية خالص بتتكتب، قصة كسرت كل القواعد ومسحت كلمة مستحيل من قاموسنا كعرب وأفارقة. احنا كنا بنفرح لما فريق عربي يتعادل أو يكسب ماتش ويروح، لكن أسود الأطلس في قطر قالوا لأ، اللعبة دي اتغيرت. المنتخب المغربي ما كانش الحصان الأسود للبطولة، دول كانوا الأسد اللي افترس الكبار واحد ورا التاني. وتعالوا نفتكر الرحلة. وليد الركراكي المدرب اللي استلم الفرقة قبل البطولة بشهرين وقال جملته الشهيرة: ديروا النية. والنية كانت صافية والقلب كان حديد. في مجموعة فيها كرواتيا وصيف العالم وبلجيكا المصنف الثاني عالميا، المغرب بتتصدر وبلجيكا بتروح وكرواتيا بتصعد معها بالعافية. وندخل في الجد بقى، دور 16 مع اسبانيا والتيكي تاكا، بس قدام السد العالي ياسين بونو ورجالة المغرب الاسبان خبطوا في حيطة. 120 دقيقة من ملحمة دفاعية، وفي ضربات الجزاء بونو كان بيضحك، ايوه بيضحك وبيصد كأنه بيلعب في الشارع، وحكيمي بيخش يخلصها بالبنينكا وبيقتل احلام الماتادور الاسباني. بس حوار ان البث راح وحكيمي بيشوط البلن مسكوت عنه شويه شركه وي. بس الطموح ما كانش له سقف. جينا للبرتغال وكريستيانو رونالدو والعالم بيتكلم عن نهاية الحلم بينه وبين المعزة، لكن في الدقيقة 42 يوسف النصيري لبس جناحات وطلع نطة خيالية وحط الكرة في الشبكة. في اللحظة دي المغرب ما كانتش بتلعب لنفسها بس، دي كانت شايلة أحلام قارة كاملة، والأول مرة في التاريخ منتخب عربي وأفريقي في نص نهائي كأس العالم. والأجمل من الكورة كان الروح اللي حسينا بيها. فجأة الحدود دابت، القهاوي في مصر، في بغداد، في غزة، في الرياض، كلها كانت بتصرخ بلسان واحد. المغرب خلتنا نحس ان البطولة دي بطولتنا، وده كان اجمل استغلال لعمل الارض والجمهور حقيقة يعني. شفنا سفيان بوفال بيرقص مع عدلته في الملعب، وحكيمي بيبوس راس امه في المدرجات، والعالم الغربي واقف بيتفرج ومذهول. ايه العلاقة الجميلة دي؟ دي كانت رسالة ثقافية اقوى من اي هدف، رسالة بتقول ان رضا الوالدين هو سر القوة، وان العيلة عندنا قبل الشهرة وقبل الفلوس. بس وسط افراح المغرب وتاريخهم الجديد كان في تاريخ تاني بيتقفل ضلفته بوجع شديد جدا، المشهد اللي وجع قلوب الملايين حتى اللي مش بيشجعوه. مونديال قطر كان العنوان العريض بتاعه هو صراع العروش أو الرقصة الأخيرة ما بين ميسي ورونالدو. الاتنين داخلين وعينهم على القطعة الناقصة في دولاب بطولاتهم، بس السيناريو اللي اتكتب لكل واحد فيهم كان عكس التاني تماما. كاننا بنتفرج على فيلم من إخراج عاطف الطيب. كريستيانو صاروخ ماديرا جه قطر وهو شايل جبل هموم، مشاكل مع ناديه، ضغط إعلامي رهيب، والأول مرة يحس إنه غريب في بيته. شفنا مشهد عمرنا ما تخيلنا نشوفه، ورونالدو على دكة الاحتياط. الكاميرات سابت الماتش وركزت عليه وهو قاعد بتشيرت البدلاء وعينه فيها 1000 سؤال. ولما جت لحظة الحسم قدام المغرب ونزل عشان ينقذ الموقف، سوبرمان ملاش العباية بتاعته. ولما الحكم صفر شفناه ماشي في النفق الطويل ده لوحده بيعيط بكل حرقة، دموع حرفيا مفيش كلمات توصفها مهما حاولت. الناحية التانية من الكوكب كان في ليونيل ميسي، مختلف خالص. ميسي المرة دي ما كانش الفتى الهادي، ميسي المرة دي لبس روح مارادونا، قائد شرس بيتخانق مع الحكم وبيشتم المنافسين وبيحارب على كل كورة. رونالدو كان بيحارب لوحده أو ضد ظروفه، لكن ميسي كان معاه كتيبة انتحارية، لعيبة زي ديبول وأوتاميندي وألفاريز وطبعا ديبو مارتينيز كانوا مستعدين يموتوا في الملعب علشان ميسي يرفع الكاس. والأكيد إن ميسي شال الفريق على كتافه، من أول صدمة السعودية لحد هدف المكسيك اللي فك العقدة لترقيصة أغلى مدافع في العالم كأنه بيفسح ماتيو ابنه في جنينة بيته.
للأسيست الإعجازي قدام هولندا وكيف رآه. القدر كان بيجهز المسرح، واحد خرج بدموع الوداع المر والتاني كمل عشان يكتب السطر الأخير في أسطورته ويستعد للمعركة النهائية. وبعد كل اللي فات ده جينا لليوم الموعود 18 ديسمبر في ملعب لوسيل، نهائي الأرجنتين وفرنسا. لو جبت أعظم مؤلفين هوليود عشان يكتبوا سيناريو للماتش ما كانوش هيعرفوا يطلعوه بالجنون ده. دي ما كانتش مباراة كورة، دي كانت ملحمة إغريقية متكاملة. البداية كانت خارعة جدا، الأرجنتين نازل واكل الأخضر واليابس، ميسي بيسجل ضربة جزاء ودي ماريا بيحط التاني بمرتدة تدرس، والدقيقة 80 جت والنتيجة 2-0 خلاص، والناس بدأت تبارك لميسي والجمهور الفرنسي بدأ يقفل التلفزيون. المباراة بتموت إكلينيكيا، أو ده اللي كنا فاكرينه. فجأة وفي 97 ثانية بس الوحش صحي من النوم. كيليان امبابي قرر إنه مش هيسلم الراية بسهولة. الماتش بيبدأ من الصفر، بس المرة دي فرنسا هي اللي راكبة والأرجنتين بتترعش، ودخلنا الوقت الإضافي وهنا بقى قمة الجنون. دي ما كانتش مباراة، دي كانت حلبة ملاكمة بين الملك القديم ميسي والأمير الجديد امبابي. ميسي بيسجل الثالث ومبابي بيرد عليه بعدها بدقايق علشان يسجل الهاتريك، وده ما حصلش في نهائي كاس عالم من سنة 66. وفي الدقيقة 123 آخر دقايق المباراة الكرة بتقع قدام كولومواني مهاجم فرنسا، انفراد تام، الشبكة مفتوحة، العالم كله وقف، لكن تظهر رجل إيميليانو مارتينيز. أقدام إيميليانو مارتينيز الرجل الذي أنقذ وطنه وأنقذ ميسي تصدي بيود الماتش ضربات الجزاء. أنا كاد أجزم لو رميت إبرة في ميدان رمسيس كانت هترن عادي في اللحظة دي. في ضربات الجزاء الأعصاب خلاص كانت اتحرقت، بس كان مكتوب إن مونديال قطر ينتهي للصالح الميازة. جونزالو مونتيل بيحط الكرة الأخيرة وينفجر البركان. الأرجنتين بطلة العالم وميسي بطل أخيرا. للكل شايف إن ده أعظم نهائي في التاريخ، لأنه كان فيه كل حاجة، في أهداف، في ريمونتادا، في صراع أجيال، وفي دراما لحد آخر ثانية. ده كان مسك الختام اللي خلى أي حد حتى اللي ما بيحبش الكورة يقول شكرا على المتعة دي. بعد صفارة النهاية وبعد ما ميسي رفع الكاس والأنوار اتطفت في لوسيل، صحينا تاني يوم الصبح على شعور كلنا عارفينه، اكتئاب ما بعد المونديال. حسينا إن حياتنا فضيت فجأة، مفيش ماتش الساعة 12، مفيش سهرات وتجمعات حلوة بالليل، أو إنك تستنى أحداث وكروت فيفا أو بيس الخاصة بالمونديال، ولا كوباية الشاي بالنعناع بعد آخر الليل كده بعد ما تخلص كل ماتشات اليوم وتقعد تتفرج على أي برنامج بتحبه. ورجعنا تاني الروتين الشغل والمذاكرة الممل، بس الفراغ ده كان دليل على عظمة اللي عشناه. احنا حبينا مونديال قطر 2022 مش بس علشان كان على أرض عربية ولا عشان التنظيم الخرافي، احنا حبيناه عشان حسينا فيه إننا أصحاب بيت، وإن الكورة لسه قادرة تجمعنا وتفرحنا وتنسينا هموم الدنيا لمدة شهر. مونديال قطر كان النسخة الماستر بيس، النسخة اللي رفعت سقف التحدي لأي حد هيجي بعدهم. دلوقتي بقى المايك يروح ليكم انتوا بعد كل اللي حكينا ده، واللي أكيد مش بيغطي غير حاجات بسيطة جدا من القصة كاملة، ولأن كل واحد فينا ليه ذكرى ولقطة معينة علمت معاه جامد. فأنا عاوز أعرف إيه أكتر لقطة أو ذكرى علقت معاك من المونديال ده. ما تبخلوش علينا باللايك المتين وشير للفيديو مع كل حبايبكم، وطبعا لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم الجديد أول بأول. كان معكم أحمد ثابت، والسلام عليكم.